يمكن مش هيتكرر تاني. الحقيقه زمان كان بيطلع خبر على الصحف، طبعا كان الصحف والورقيات دي البطل عندنا. كان بيطلع خبر، وبعدين لما الخبر يطلع مش صحيح، الخبر ده بيبقى تشهير بحد، فلازم يطلع تاني خبر بنفس الحجم يكذب الخبر، وممكن له حق المتضرر ان يرفع قضية رد اعتبار ان دي عملية تشهير وكده. لكن بعد ما انتشر السوشيال ميديا والموبايل بقى ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف، بقى في نوع من انواع التشهير والاخبار الكاذبة اللي بقت تملى الدنيا. تمام. ده يمكن مش صلب موضوعنا. صلب موضوعنا هو الابتزاز الالكتروني. ان انا متورط بقى مش متورط، لان انا في ناس كتير قالت متورط يبقى ليه وضع ومش متورط ليه وضع، واكتر ناس بتوصل للمرحلة دي الفتيات نتيجة سلوك خاطئ. خلينا بقى النهاردة، شرفنا النهاردة في استوديو بيت العيلة دكتور مريم الشريف، كاتبة صحفية بروز اليوسف. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. خلينا بقى نقول انتشر قوي الموضوع ده، ابتزاز الكتروني، تقع تحت وطأته فتاة، يبدأ يبتزها الكترونيا، طب ادفعي كذا عشان ما اعملش كذا، وحاجات مشروطة كده. ولدرجة احيانا ممكن بقت هي يا اما ما بترضاش تروح تشتكي علشان الفضايح، ممكن اهلها كمان، او انها ممكن تقتل نفسها. وصلت جرائم لكده على فكرة. شفناها صحيح. خلينا الاول نبدأ بداية، ما معنى الابتزاز الالكتروني وانواعه؟ اتفضل. طبعا الابتزاز الالكتروني ده عباره عن استخدام التكنولوجيا لتهديد شخص ما. يعني تهديده بقى مقابل اموال، مقابل ان الشخص دوت اللي هو الضحيه ده ان يقوم باعمال غير مشروعه، اعمال غير قانونيه، اعمال منافيه للاخلاق والعادات والتقاليد. يعني وات ايفر بقى كان ايه الطلب المقابل ده. بيستخدم التكنولوجيا المتهم او اللي هو الجاني، يعني بيستخدم التكنولوجيا في ان هو يبتز الطرف الاخر. وطبعا يعني احنا شفنا طبعا مؤخرا يعني انتشرت للاسف عندنا في مجتمعنا وفي مجتمعات كتير، يعني في المجتمعات العربيه، الابتزاز الالكتروني بالنسبه للفتيات. بالمناسبه الابتزاز الالكتروني مش فقط فكره ان هو متعلق بالجرائم الاخلاقيه، لا ده كمان يعني بيقع تحت طائلته اللي هو السب والقذف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. يعني السباب والشتايم عبر التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، الحاجات دي. طبعا اللي ساعد في انتشار فكرة الابتزاز الالكتروني هو التطور التكنولوجي الرهيب اللي بيعيشه ده غير الهاكر العالم. اللي بيعمل على صفحة الهاكر بقى طبعا ويفضل يبقى من خلالها يقول كلام الراجل ما قالوش اصلا، او ابتزاز او يطلب فلوس او صحيح كده. الهاكر بالنسبة حد يهكر على الموبايل بتاع اي شخص، يستغل مثلا صور معينة، واحدة تنزل تصلح التليفون بتاعها باظ، تنزل تصلح التليفون بتاعها، صاحب المحل او البائع يبدأ بقى يبتزها بمقابل الصور دي اللي شافها على الموبايل بتاعها، ان هو ممكن يشهر بيها او بسمعتها. وهنا انا يعني بطالب بالاسره والبنات، ليه تعرضوا نفسكم لكده؟ ليه بتتصوروا صور خاصه جدا على الموبايل؟ يعني شيء غريب. ما هو دي مصيبه برضو، ما انا اللي بدي الخيط. دي حقيقه، وارد جدا الموبايل يتسرق، وارد جدا الموبايل يتسرق، وارد ان الموبايل يبوظ ونروح نصلحه. ليه تتصوري صور خاصه بالنسبه لاي بنت بتعمل كده؟ يعني ليه تتصوري صور خاصه؟ تصوري صور عاديه اللي كل البنات كلنا بنتصورها، صور مع اصحابنا، صور في اماكن عامه، صور كده. لكن ليه الصور بتبقى شخصيه قوي بتتصورها غلط طبعا ده جدا. خطأ شديد طبعا جدا. لكن خليني اقول ان في بعض الحالات اللي انا قابلتها، انهم مثلا كانوا اتنين مكتوب كتابهم وبعدين انفصلوا، فتمت محاولات رهيبة عشان يديلهم التليفون يفرمطوه، مرضاش. طب هنا لازم ألجأ للقانون طبعا، لان طبعا. انا كده كنت مراته. تقصدي الزوج؟ يعني الزوج واخد الموبايل بتاعها. طب احنا عايزين نفرمط تليفونك لان هو واخد صور، فالبنت خلاص اتطلقت منه. دي حقيقة. فانا عايزه اخد فانا ليه ما يقعش تحت طائله القانون ويتاخد منه الموبايل
وتاخد الصور اللي هو صورها، ما هي خلاص ما عادش تخصه. بالمناسبة يعني أنا كنت سمعت من محامية صديقتي ان القضايا دي بتستفز جدا القضاة، يعني بيبقى يعني العقوبة بتاعة القريب ان هو مم. يبتز فتاة في اه الصور دي اه اه بتبقى اكتر من عقوبة لو شخص غريب ايوه، ما هي حاول وصلت يبتزها ل3 يعني. سنين او غرامه اه ممكن توصل $50,000 يعني جنيه 50,000. لا، وزادت في بعض العقوبات، السب والقذف بقت بالكلمه. دي حقيقة. يعني بصي حضرتك هو الحقيقة يعني القانون المصري يعني مأمن جدا جدا اه الفتيات بالنسبة لكده، يعني بن... عقوبة كبيرة بس جدا. انا ما اروحش وفي بقى اتصور مم، صور خارجه طبعا طبعا. وعلى الموبايل او في الانستجرام، بقت حاجات كتير كده قوي. صحيح صحيح. وبعدين اقول اصله بيهددني، واحيانا بقى يبقى فيه فوتوشوب، ما انت مش عارفه بقى. دي حقيقة اللي هي مم. تركيب الصور. اه دي بقى مشكلة تانية، يعني مم. البنات اللي هي ما بتتصورش صور خاصة على الموبايل اصلا. بتاعها، مم. هي بتتصور صور عادية بتبقى مم. حاطاها على الفيسبوك او كده، بيتم اخذ الصور دي وتركيبها للأسف مم. بطريقة منحلة جدا. مم. فطبعا ده بقى هنا بقى لازم في اجراءات بتتخذها الفتاة وأسرة الفتاة دي. مم. لازم الفتاة دي ما تخافش، يعني لما مم. يبدأ يتم ابتزازها الكترونيا من شخص ما، لازم ما تبقاش خايفة، لازم تقول لأهلها ولازم طبعا. تقول لأسرتها. مم. وطبعا احنا شفنا كمان الدراما قدمت الموضوع ده، طبعا. يعني شفنا مثلا مسلسل شقة فيصل ده، مم. كانت منى عرفة قايمة بدور الفتاة اللي تمام. بيتم ابتزازها بشكل فظيع طبعا. من خلال جارها. مم. فطبعا ده غلط، وشفنا البنت نهايتها ايه في الاخر، طبعا. ماتت مهم. انتحرت. انتحرت. وده بالفعل بيحصل في دي الحقيقة. قصة اصلا، وانتحرت بالظبط. شفنا عشان مش مسلسل قادرة هذا تواجه. بالظبط مسلسل هذا المساء اه. كمان، اسماء ابو مم. اليزيد كانت عامله من مهم. الشخصيه دي ان الموبايل بتاعها راحت توديه عند حد، بدا بقى مم. يبتزها من خلال الصور بتاعتها اللي على مهم. الموبايل. فالدراما ناقشت الموضوع ده. فاهم حاجه اول اجراء ان البنت دي تتوجه لاسرتها مم. وعائلتها، دي بقى لازم تروح تتوجه على طول لمقر وزاره الداخليه. في طبعا. طرق حقيقه كتير جدا، يعني في من خلال البلاغ، عمل بلاغ عن طريق موقع وزاره الداخليه، مم. يعني بطريقه الكترونيه يعني. مم. في الاتصال بالخط الساخن، يعني 108 مم. معروف يعني الخط مم. الساخن بتاعهم. في اللي هو طبعا بخصوص مكافحه جرائم الانترنت والابتزاز الالكتروني. مم. في طرق تانية ان هي البنت دي اللي بتتعرض للابتزاز الالكتروني ان هي تتوجه مباشره لمقر مكافحه جرائم الانترنت اللي بداخل وزاره الداخليه. مم. طبعا على حسب بقى، يعني في مباحث الانترنت ممكن تتوجه ليها لو دي كانت مباحث انترنت وفي الابتزاز. مباحث في اتصالات. مباحث الاتصالات لو كان مم. من خلال رسائل SMS اللي بتجيلنا على التليفون ايوه. العادي. اما لو من خلال السوشيال ميديا ماسنجر واتساب، دي مم. بقى بتروح لمباحث الانترنت. الانترنت. عايزه مم. اقول ان فعلا رجال الشرطه بقى محنكين جدا في الموضوع ده، بقى بيعرفوا يجيبوا تم ارسالها امتى، وتم ارسال الرسائل دي منين بالظبط، دي حقيقة. وبيوصلوا لحاجات كتير قوي. لكن عايزين نقول ان ممكن هو فجاه يعمل ذكي ويقوم لاغي الرساله. فاول حاجه بنقولها لك تعملي برنت، بالظبط. لازم تعملي برنت للرساله. دي حقيقة. وفي امم. حاجة لازم انوه عليها، ان الاحتفاظ بالرسائل سواء بقى سباب شتايم او رسائل من نوع اخر اللي هو الابتزاز الالكتروني اللي اه. بنتكلم عليه، لازم البنت تحتفظ بيه ولازم تتقدم ببلاغ في خلال 3 شهور، لان امم. بعد 3 شهور 90 يوم انتهى خلاص انتهى. الموضوع، انتهى. يعني ان هي تتواصل بقى مع الشرطه او كده، خلاص الموضوع انتهى. لازم مهم. في خلال 3 شهور. وده طبعا دور الاهل، ودور كمان وزاره التعليم، سواء التربيه والتعليم او وزاره مم. التعليم العالي. يعني انا مهم. عاجبني جدا ان مؤخرا في ندوات كتير اه طبعا. بتقام في الجامعات. يعني مثلا لسه كانت من شهرين 3 تقريبا، كانت في ندوه حلوه جدا في جامعه عين شمس في كليه مم. اداب مم. عن الابتزاز الالكتروني. مهمه جدا جدا، مهم. وفيها نصائح كتير جدا للبنات، اي واحده تتعرض للموضوع ده بتعمل ايه، والمفروض اول حاجه تبلغ اهلها، وبعد مم. كده لازم يتوجهوا للشرطه فورا. ما ينفعش مهم. تسيب حقها، وما ينفعش مهم. تسيب شخص يفضل يهددها بالشكل ده، يهددها مهم. ان ممكن يوصلها لدرجه الانتحار. الانتحار. خلينا نقول دور الأسرة مش بس إنها يعني هي تروح تقول لهم، دور الأسرة في إنها تعمل لها نوع من التوعية. بلاش نتصور، صحيح. بلاش نتصور مثلا وإحنا بملابس البيت، طبعا. بلاش نتصور وإحنا مثلا قاعدين فن مع أصحابنا أو كده، لأن بتتاخد تاني. بس دي تقولك طب حرية الشخصية، طب ما انا ببقى مع اصحابي، طب ما احنا مش عارفين، يبقى انت بقى ممكن
ممكن بقى دكتور نعملها زي ملف صعب بباسورد. على فكرة يعني من غير ما يتم سرقة الموبايل او من غير ما تروح تصلح الموبايل، اوريدي اي صور حد بيتصورها بتترفع على طول على الجيميل. فلو تم اختراق او تهكير الجيميل الايميل بتاعها اللي على الموبايل، خلاص بقى، خلاص شكرا بقى كده. كل الصور بقى مع الشخص من غير ما يمسك الموبايل بتاعها، من غير ما يقرب من غير ما يقرب لها يعني. فطبعا دي مشكلة غلط جدا جدا يا جماعة. من البداية بلاش تتصوروا الصور الخاصة منها دي، الفوتوغرافيا الجميلة بتاعتنا بتاعت اللي زمان. انتوا فاهميني، انتوا فاهميني طبعا انا قصدي. بلاش الصور الخاصه دي تتصوروها على الموبايل بتاعكم. عيب جدا، ما ينفعش ابدا ابدا تتصوروا بالطريقه دي خالص. يعني كل البنات بتتصور وكلنا بنتصور، بس بلاش صور خاصه. تصوروا الصور اللي هي في اماكن عامه، الصور الجميله دي اللي بنحطها بروفايل عندنا على الفيسبوك وكده، دي ما فيش اي مشكله بيها. لكن من غير ما حد يقرب للموبايل بتاعها، اوريدي الصور بتترفع على الجيميل بتاعنا. طيب خلينا دي حقيقه بقى. خلينا نقول ان في بعض الصور هي ممكن تكون متورطه، يعني هي ممكن تكون تورطت تركيب يعني. لا هي اوريدي اتورطت. يعني هي اوريدي على علاقه بشخص وهي اتورطت وصورها. المشكله ان هنا في بعض الاراء طالما هي غير متورطه تكون جريئه جدا وتشتكي وتروح لمباحث الانترنت. طب متورطه كلها بتقع تحت طائله الابتزاز الالكتروني. ما هو هل معنى ان انا متورطه وبتزني فهل طبعا. التورط ينفي عنه الجريمه؟ لا لا لا, لا طبعا. كلها بتقع تحت طائله الابتزاز الالكتروني ما دام هي متورطه في صور معاه مثلا او صور لما نشرها بقى. فلما نشرها طبعا، ما يعني كانت استاذه جميله نهاد ابو القمصان سمعتها في احد الاحاديث بتقول كده، بتقول الجريمه بتبدا بمجرد الاستخدام، يعني مجرد ان هو استخدم الصور سواء هي بارادتها او غير ارادتها كده خلاص بيقع تحت طائله ان هو بيبتزها الكترونيا. وما دام بدا يشهر بيها او يعني بدا يفضحها بالظبط من خلال السوشيال ميديا او يهددها. يعني احنا عندنا اللي هي الماده 327 دي بتنص على ان العقوبه بتزيد، ما بتزيدش عن 2 سنين في حاله لو كان التهديد ده مش مصحوب بطلب، يعني طلب ان تديله فلوس مقابل ان هو يبطل او تقوم باعمال منافيه للاداب بالظبط، او اعمال غير مشروعه مثلا ان مثلا تهرب له اثار، تهرب له مواد مخدره، يعني اي اعمال غير مشروعه بالظبط، او اعمال منافيه للاخلاق. وقد تصل العقوبه دي بقى ممكن سجن، بقى السجن غير الحبس، السجن بقى سنوات، بقى 7 سنين 8 سنين لو كان التهديد مطلوب باموال، يعني مطلوب مقابل ان عايز فلوس عشان يبطل عن يكف عن التهديد ده. طبعا هو مش هيكف، لكن انت بقى تتجهي للشرطه متورطه او غير متورطه وتشوفي يتصرفوا. لان الجريمه ممكن تتضاعف وتتعمق بسكوتك او بقبولك لابتزازه عشان يسكت. ده اكيد. والقانون بتاعنا على فكره يعني زي ما احنا شفنا في جريمه كانت حاصله مؤخرا برضو تهديد ابتزاز الكتروني، المتهم اتحكم عليه تقريبا ما يزيد عن 8 سنين سجن. ليه بقى؟ لان دخل فيها حاجات كتير قوي. اولا قانون اللي هو الاتجار بالبشر، لان لان كمان في قانون الطفل، لان البنت صغيره يعني قاصر بالظبط. ثالث حاجه اللي هو قانون بقى ايه الجرائم الالكترونيه، يعني 3 قوانين متداخله في الموضوع ده. فبالتالي زياده يعني فرصه سجنه كانت اكبر، وفرصه زياده عدد السنوات اللي هيتحبسها كانت اعلى، العقوبه المشدده العقوبه كانت اكتر بالظبط. لكن احنا عندنا دلوقتي يعني فعلا احنا عندنا جهاز شرطه وجهاز امن قوي جدا جدا، سواء استخدم شريحه ورماها او ان هو مثلا بيبعت من اكونت فيك، ده بيتم الوصول اليه طبعا من خلال طبعا ضباط شرطه متمرسين جدا وتقنيات حديثه واتدربوا بشكل كبير. طيب خلينا نقول التعامل مع الشخص المبتز، الشخص بقى اللي هو بيقوم بالجريمه دي. طبعا هو اكيد يعني انا بقول يا هو شخص عايز يتكسب عن طريق ده او مختل عقليا. مش معقول يكون هو على علاقه طيبه او لطيفه بالمجني عليها ويعمل كده. هو اكيد شخص مختل اخلاقيا او مختل نفسيا او عنده احتياج للماده فبيعمل ده. التعامل الصح معاه يكون ازاي؟ هل يتم التعامل معاه بشكل ودي ولا نبدأ على طول بالشرطة؟
نبدا على طول بالشرطه. مم. طبعا لا، مفيش تعامل ودي مع شخص زي كده يعني. ان ده انت شخص بتجيبوا محامي وتخلي المحامي هو بالظبط، يتعامل. طبعا المحامي، وبيبقى في وكيل عن اه البنت، يعني اه. باباها، مم. يعني اخوها الكبير، مم. طبعا لازم. مم. لكن انا شايفه ان مفيش اي تعامل ودي، لانه هو ده شخص بدأ طريق اه الشر، اللي طبعا. هو بدأ يبتز مم. البنت دي او الاسره دي. ممكن على مم. فكره يوصل ان هو يبتز الاسره الأسرة كلها كلها، مقابل ان هو عشان مش هعمل البنت. كذا تدوني كذا. بالظبط مم. بالظبط. فطبعا لازم اول اجراءات على طول بلاغ في الشرطه فورا، مم. في مم. خلال 3 شهور، عشان تقدر البنت دي والاسره دي تاخد حقها. فانا عشان كده انا بدات كلامي ان دور الاسره مهم جدا، مم. ودور الاعلام هنا كمان، يعني مهم دورنا من خلال جدا اه. الصحافه مم. والاعلام، مم. التوعيه. واحنا دورنا في الاول والاخر دور توعوي تنويري في مم. المجتمع، من خلال الرسائل اللي مم. بيتم تقديمها من خلال التلفزيون مم. والصحافه. برضو دور زي ما قلت لحضرتك الجامعة مهمة جدا جدا، طبعا. وخاصة الندوات التثقيفية للبنات. طبعا البنات في الفترة دي، فترة المراهقة وفي اه. السن ده، مم. مهم جدا طبعا ان يتم تنويرهم. ما ينفعش مم. وكمان دور الدراما زي ما قلت لحضرتك. يعني انا طبعا. شفت اكتر من مسلسل الحقيقة تطرق لهذا تطرق للموضوع ده الامر، فطبعا ده امر مهم جدا جدا. جدا. خليني اقول اننا سيبك بقى من موضوع الابتزاز، عايزين نتكلم في جزئية تانية، وهي ان انا في فترة كده تابعت ان معرفش كانت مدرسة اعتقد ورقصت في فرح، مم. وكانت ذات الرداء الازرق، والنت تتكلم بقى ذات الرداء الازرق ورقصت وعملت. انا معرفش انتحرت ولا لا، ولا معرفش هي ايوه ايوه. اكيد هي يعني اصيبت طبعا بحالة نفسية فظيعة. طيب انا ليه بقى ما امنعش الحاجات دي؟ ده الست رقصت عادي، مم. رقصت في في فرح فرح. صحيح. مم. يعني ايه القصة بقى؟ يعني رقصت، سواء كان ده صح او غلط، انا مش موضوعي ده. صحيح موضوع ان ده يتاخد ويتحول لموضوع وترند، وبناء عليه هي عاشت ايام سوداء. صحيح صحيح طب ما انا امنع ده بقى، المفروض يا جماعة غلط، انا ما بدخلش في شؤون الناس. صحيح صحيح. مم. يعني ده بالمناسبة دي كانت بترقص في فرح، ويعني من خلال اللي انا سمعته يعني ان هي مم. كانت بترقص فرح، وكمان الجزء اللي هي بترقص فيه جزء خاص بالبنات، يعني كانت هي مع اه. عروسة مع اصحابها البنات. مم. مشكلة بقى في اللي صور، يعني نعم. اللي صور عموما هي قادة الشخص ده رفعت قضية. الحقيقة ايوه. مش متابعة انا القضية هي مم. وصلت البنت دي لغاية ايه، لغايه فين. مم. لكن هي اتصرفت تصرف صح جدا جدا، ان هي قامت بمقاضاة الشخص ده فورا، اللي هو صورها وما اكتفاش بكده، لا ده مم. صور وسرب الفيديو على الانترنت، نشره على السوشيال ميديا. طبعا كارثه بكل اه المقاييس، طبعا. ان يعني الفتاه ومحجبه وحتى لو مش محجبه ما ينفعش يتم تصويرها اه طبعا، من غير اذنها، بدون من غير اراده استئذانها. يعني المفروض كان يستأذنها الاول، طبعا. ان مثلا ممكن انزل الفيديو ده، وهي مستحيل كانت، يعني مستحيل كانت هتوافق، يعني اكيد اه كانت هترفض طبعا. يعني. ان بالظبط. وبعدين التصوير كان كلوز قوي عليها، طبعا تصوير من زوايا مش كويسه ابدا خالص. ابدا، فصورها بطريقه يعني مش كويسه خالص. مم. فهي احسن حاجه ان هي اتخذتها، ان هي على طول قامت بمقاضاه هذا الشخص. مم. وده اللي المفروض كل بنت تعمله. ده حقيقة. واحنا مم. يعني احنا شفنا، يعني مش بعدين شفنا حوادث حضرتك الفتره اللي فاتت كتير كتير قوي. جدا. يعني البنوته اللي هي بتاعت جامعه العريش، اللي هي جايه من العريش. الدقهليه اه. وراحت جامعه العريش. وبرضو في بنت كمان كانت من اعتقد من الشرقيه، برضو مم. انتحرت بسبب ابتزازها ابتزاز الكترونيا. الكترونيا. ودي بقى ما تهكرش الموبايل بتاعها ولا حاجه، لا دي تم بقى تركب لها صور اه فوتوشوب. فوتوشوب كلها. مم. فطبعا دي مشكله كبيره جدا جدا، وبسبب عدم وجود وعي مجتمعي البنات دول بينتحروا. يعني انا ما طبعا البنات بينتحروا عشان ثقافة المجتمع. تقول شوف بالظبط كانت ايه وشوف كان ايه، من غير ما يتحققوا بقى بالظبط. البنت فوتوشوب بتاعت ولا مش الشرقيه هي فوتوشوب. اللي انتحرت، اه لكن طبعا. الثانيه بتاعت العريش انا مش متاكده لسه الموضوع في النيابه اه. انتحار ولا في يد حاولت، انا بقول الله بس اعلم يعني. يعني هي كده انتحرت، يعني ده تصرف فظيع برضو، انها تجرؤ انها تنهي حياتها صحيح. عشان تصرف غبي من شخص غبي من مجتمع ممكن يكون صغر فاهمها غلط. سن وقلة وعي اه وصغر طبعا. سن اه. وتعرض لتهديد. على فكرة من ضمن خافت. كمان هي خافت، خافت. ومن ضمن كمان الآثار السلبية مم. النفسية مم. على الفتيات اللي بيتعرضوا مم. لكده، ان ممكن يوصل يعني معاهم يعني مرحلة العزلة عزلة بقى، والاكتئاب، الاكتئاب والانطواء ولغاية بقى وصولا لغاية الانتحار. دي أعلى والانتحار. المراحل يعني. مم.
لان كمان هي ما بتبقاش واثقه قوي ان اهلها يتقبلوا ده. ما هي دي ما هو بقى بقى المشكله هي يا دي جماعه. مشكله يعني. لازم اب بقى يبقى فظيع بقى يقول لها مش عارف ايه وام حابسها، ما فيش لا طب دراسه. هي ذنبها ايه؟ يعني هي هي ذنبها ذنبها ايه؟ ايه في ان هي مثلا كانت بتتصور مع اصحابها مم. قاعدين مثلا في السكن الجامعي، فبتتصور بشعرها مثلا، ولا مم. يعني ما دي يعني هي ذنبها مشكله. ايه بقى ان مم. مثلا ممكن حد استغل الصور دي، او مثلا في عيد ميلاد، او مثلا في فرح زي ما حضرتك ذكرتي البنت اللي فرح كانت اهي. بترقص. اه طبعا. بالظبط، ما كانتش تعرف، وكان واضح جدا على فكره ان مم. التصوير من زاويه اعلى منها. يعني اللي طبعا يبص في اختلاس. الفيديو بتصوير من اه اعلى كان منها، هي عينها اختلاس. ما جاتش على الكاميرا اه خالص، يعني ما خالص. تعرفش ان اه. هي بتتصور. يعني مم. كل البنات بترقص في الافراح، ما يعني طبعا ما ده كانتش كانت تعرف. بترقص في مجموعه وكمان مجموعة البنات. بنات، يعني اه. الفرح كمان مش مم. يعني هي في الجزء بتاع البنات بترقص مع مم. العروسة. يعني مم. بدليل حتى العريس احنا مش شايفينه مش موجود في شايفينه. مم. ولا اصحاب العريس ولا اي حاجة، يعني كان مم. كله بنات في بنات. مم. فانا شايفة ان هي ما بصي، غلطتش خالص هو يعني. انا عايزه اقول لك على حاجه، هما دايما كل حاجه سلاح ذو حدين. تم استخدام الموبايل في الجزء السيء بصراحه يعني. صحيح. كتير قوي من الناس استخدموه في الجزء السيء، وده كان غلط كبير. فخليني اقول ان بتبقى البنت اللي هتتحمل بتبقى عندها المفروض ثبات انفعالي قوي جدا عشان تعدي الازمه ديت، مش اي بنت تقدر لازم تتحملها. بمشاركة أهلها. مشاركه لازم اهلها يا جماعة، طبعا. يعني مم. أنا أكتر من مرة بنوه لازم تشارك الأهل. ما مم. ينفعش إن هي تعيش لوحدها كده، وشفنا نهايات مأساوية، طبعا. سواء تم تجسيدها دراميا أو في الواقع اه بالفعل. طبعا. يعني مم. البنات اللي مم. انتحرت والبنات اللي هي يعني شفنا نهايتها مأساوية طبعا. بسبب إن هي رضخت لتهديد شخص من غير مم. ما تعلم أهلها ومن غير ما تقول لأهلها. فطبعا ده غلط جدا جدا. أي مم. بنت تتعرض للموضوع ده لازم أول حاجة الأسرة، مم. وما تخافش، لازم تقول لأهلها. وبعد كده طبعا لازم يتوجهوا للشرطة فورا، يعني طبعا. يعني ايه لإيقاف هذا الشخص مم. المنحرف عن يعني عند تمام. حده يعني. عايزين نقول بقى كمان مش بس موضوع الابتزاز الالكتروني، لا ده بقى فيه حاجات غريبة، يفبرك لك خبر مم. عن شخص مشهور ويحطه لك على السوشيال دي ميديا. حقيقة، دي حقيقة، دي مصيبة. دي حقيقة. اه. الفنان الراحل الله يرحمه الفنان عزت العلايلي، اه. يعني طبعا شرفت، يعني عملت معاه اكتر من حوار حلو فني قوي. قبل كده. امم. فكنت كل مكالمة اكلمه في التليفون بيقول لي ايه يا مريم، ده كل شوية يموتوني، كل شوية اقرا يعني اصحى على خبر وفاة عزت العلايلي. فطبعا الفنانين المشاهير هم اكتر عرضة اه. للاخبار المسيئة امم. والاخبار المزيفة على كنا زمان نقول السوشيال رد ميديا. اعتبار، يعمل رد اعتبار لما بيجي خبر تشهير يتنزل نفس الجريدة بنفس الحجم، رد اعتبار، وممكن يرفع رد اعتبار ياخد فلوس. بالظبط، ده بالنسبه الكلام ده للجرايد وللصحف. لكن امم. دلوقتي الموضوع بقى مفتوح جدا قوي. من خلال السوشيال ميديا، ومن خلال مواقع مجهوله على السوشيال ميديا. امم. لكن المشكله ان هي بتجيب، يعني هي عايزه تعمل ترند عشان تجيب ترند. اكتر لايكات مشاهدة. مشاهدات. امم. بالظبط. فطبعا ده شيء مؤسف جدا جدا. امم. وطبعا يعني انا سعيده جدا جدا بوجود التشكيل الجديد للمجلس الوطني لتنظيم طبعا. الاعلام. امم. واكيد هيقوم بتقنين اوضاع كتير جدا للمواقع اللي هي الغير امم. مقنن اوضاعها دي، اللي هي بتنشر طبعا اي بتنشر خبر. اي حاجة، مواقع بالظبط. الكترونية دي اي حاجة في اي حاجة، اي اخبار سيئة، المهم انها تاخد لايكات كتير وتفتح وتشوف الموقع بتاعها. هي الدنيا كلها بقت ماشية على كده، دي يعني دي حقيقة، حاجة دي صعبة حقيقة. قوي يعني. بس يعني أنا بجد أتمنى، كان في مشروع مقترح في البرلمان عن امم. تغليظ العقوبة بالنسبة لاستخدام ده السوشيال ميديا. المفروض. امم. فأتمنى بجد المشروع ده يخرج للنور، وبالفعل يعني يتم وضعه بقى كقانون. مهم. إن السوشيال ميديا دي مش معنى إن أي حد معاه موبايل يقدر يكتب أي حاجة في أي مثلا. حاجة كده. لا اه. طبعا، يبقى عارف وما كويس يدركهاش جدا. تحت الحرية الشخصية. لا طبعا، لا حرية شخصية، لا أكيد يعني لا انت يعني. بتضر ناس بتشهر بحد ممكن اسرته تتأثر، وممكن اسرته تتأثر وما تتأثرش بعد تبرئة ساحته. يعني انت ممكن يحصل تبريء للشخصية دي، بس ما تعملش نفس الصدى بتاع ان تشويه الشخصية. يعني فدي احنا مصيبة بنعيش يعني. عصر الاعلام الرقمي دلوقتي. اه ما فهو دي لازم. التطور التكنولوجي ده يعني زي ما ليه مميزات، لكن هو ليه مم. عيوب جدا. مهم. يعني ليه عيوب زي ما بنقول، اللي هو استخدام السوشيال ميديا من خلال اي شخص، يعني من مم. خلال اشخاص بيحاولوا ان هم ينتحلوا صفة اعلاميين مثلا. وصحفيين، ان هم يبداوا مثلا. ينشروا اخبار. لا ده يعني غير ان هو انت بيعملوا هاكر زي ما قلت لك على بعض قول هاكر طبعا مشكلة. الصحف، ويبدأ ان هو يتكلم بلسان ده هو مش هو. صحيح، دي مم. حقيقة، دي مم. حقيقة. دي حقيقة. بيبقى المهم الرد السريع مم. بالمعلومات الحقيقية مم. والمعلومات الصحيحة مهم. لتصحيح أي معلومة كاذبة، وده فعلا اللي بيحصل. ده اللي بيحصل. دي حقيقة. خلينا نقول ان دلوقتي ان احنا عندنا
المفروض ان في حاجات غريبة جدا بتحصل. عندك بعد ما في ناس بتبقى ترند بيجيبوهم بقى على شاشات التلفزيون، مش تلفزيوننا على فكرة، تلفزيونات تانية، وبيبقوا بقى ايه ابطال. طب ما ده غلط. طب ما انا كده خليتهم قدوة، طبعا وزودت من مساحة الكسب بتاعهم. صحيح. طب ما انا كده يعني ازاي اوجه ابني واقول له لا ذاكر وي. وفي ناس من زي ما بيقولوا موقع معين او حاجة، لا اعمل فلوس واعمل ترند واعمل بتفاهة. مم. فبنحطم كده القدوة بالنسبة لنا. يمكن من الأخبار المهمة جدا جدا اللي سمعناها في 2024 إن مصر يعني هتبدأ في موضوع إلغاء أو حظر التيك توك. ده جميل. فده يعني من أهم الأخبار، يعني ردا على موضوع لان حضرتك. فعلا اطلع يعني عليه من التيك توك ناس معرفش ايه ده، دي حقيقة، دي معرفش حقيقة، مين دول. دي حقيقة. وأحدهم حاول إن هو يدخل الفن، وبالفعل دخل الفن. مم. لكن على طول نقيب الفنانين، نقيب مم. المهن التمثيليه، مم. استاذ دكتور اشرف زكي، مم. صرف على طول ووقف مم. العمل الفني المسلسل ده. مم. فطبعا ده مهم جدا جدا يعني. مم. يعني وطبعا غلط جدا، بس مش هقدر اقول ان كل القنوات، يعني هي قنوات اللي مم. فعلا بتستضيف فعلا في لا بعض اللي في هم بيسموا نفسهم بلوجرز، بس يعني مم. انا مش عارفه ايه مفهوم البلوجرز ده. مم. يعني بيستضيفوهم يعني من خلال ان الشخص ده عامل نسبة يعني مشاهدة مشاهدة عالية، يعني عالية. بالظبط. اه واحيانا القنوات دي بتبقى يمكن عشان خلاص بقى يعني عايزة تملى هوا وخلاص، صح. فبتجيب الشخص ده. الشخص يعني ده الحقيقة بتبقى لقاءات مضحكة جدا، يعني جدا. انا بجيبها اتفرج عشان اضحك. لو مضحكة. عايزة اضحك شوية بجيب لا اللقاءات دي. مضحكة فعلا يعني. يعني انا بشوف اللقاءات دي يعني بستغرب، يعني ده ضيف يا نهار ابيض. طب ازاي يعني؟ انا كنت برجع بقى للتلفزيون في التسعينات وفي الثمانينات عندنا احنا، بشوف ان الاعلامية قامة والضيف قامة. طبعا طبعا. فبصراحة بزعل كتير قوي. لكن خلينا نقول ايه اللي وصل المجتمع المصري لده؟ مم. يعني ايه اللي وصلنا لان شخصية تبتز بنت، او ان احنا نستخدم الدنيا كده باستخدامات كلها خاطئة، بالرغم ان الموبايل ده معمول لحاجات كتير قوي طبعا طبعا. غير اللي احنا بنستخدمه ده. طب ايه اللي ودى الدنيا كده؟ يعني ايه اللي ودى الدنيا في الاتجاه ده؟ هو حضرتك الموضوع ده، موضوع الابتزاز الالكتروني، ده موجود في العالم كله مش في مصر بس، ده مم. اولا. يعني وشفنا افلام اجنبيه كتير اه امريكيه طبعا. وموجوده فكره مم. استغلال الفتيات او في ابتزاز الكتروني بطريقه تانية. يعني ممكن مهم. ابتزاز شاب راجل اه يعني، طبعا. مقابل ان هو مثلا يدوله اموال، او مثلا يعني زي ما قلت مم. يستغلوا في تهريب مواد مخدره، يستغلوا في تهريب مم. اثار مثلا. ايوه. يعني مش بس الموضوع مقتصر على فكرة الأخلاق والجرائم الفتيات يعني. الشرف يعني. مهم. لا لا لا. بس فطبعا ده تطور التكنولوجي، يعني التطور التكنولوجي ده أدى إن احنا بنواجه تحديات كبيرة جدا، تحديات على مستوى القيم الأسرة المصرية. دي مشكلة. بالظبط، يعني قيم الأسرة المصرية. فده مهم جدا جدا ان الأب والأم يقوموا بدورهم الحقيقة، يهتموا مم. جدا بالأولاد من هم أطفال. يعني أنا بشوف دلوقتي أطفال 4 سنين ماسكين الموبايل. فطيب انت ايش ضمنك هو البيبي الصغير ده هيشوف ايه على مم. الموبايل؟ مهم. يعني طبعا غلط جدا جدا. فكرة ان ندي أطفال، يعني غلط عليهم انت حتى عارفة المشكلة في صحيا. ايه؟ مشكلة في البيبي ده ان الموبايل بقى يشكل القيم بتاعته. دي حقيقة، وخلى تفكيره دلوقتي مم. ما بقاش ان هو يعني ما بقاش طفل، يعني للاسف. يعني بقى دلوقتي يقدر يجاري الكبار في مم. كلامهم، بيفهم الكلام اللي احنا كناس كبيرة بنتكلم فهو بيفهمنا. مم. بالظبط. يعني فالطفولة انا حاسة يعني بصراحة الاطفال دلوقتي مش بيعيشوا الطفولة اللي هم المفروض يعيشوها، اللي زي ما انا مهم. عشتها وزي ما حضرتك عشتيها. يعني مش الطفولة مم. اللي لازم يعيشوها. فطبعا ده غلط جدا، وده بيبدأ من مم. الأسرة اللي بتديله مم. الموبايل، بيفضل يتعامل مع الموبايل. وده يعني ده غلط جدا جدا على اخلاقه، على طريقه تفكيره، طبعا. عليه مستقبلا لما يكبر، طبعا. عليه وعلى تعامله مهم. مع زمايله في التلاميذ، مهم. باقي التلاميذ مم. في الفصل. مهم. فطبعا ده شيء مهم جدا. ده التربيه مشكلة. بتبدا من البيت. من التربية البيت. طبعا تبدأ من البيت. وعايزة نتكلم أكتر في موضوع إن إزاي الأمهات بدأوا يسيبوا
اولادهم في سن 3 سنين وقبل كده فريسه للموبايل او فريسه لبعض البرامج، فهنتكلم فيه بشكل اكثر استفاضه ولكن بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني مع دكتورة مريم الشريف، كاتبة صحفية فروزة اليوسف. أهلا بك مجددا. اهلا بحضرتك. هي يعني موضوع الأولاد وإن الأم فاهمة كده إن هي بتزود له مداركه بإن تسيبه طول النهار على السوشيال ميديا يفتح اللي يفتحه ويعمل اللي يعمله، متناسية إن ممكن يبث لي بعض الأفكار السامة من خلال الحاجات دي. يعني أنا مثلا طفل والله ما تعدى 3 سنين، فأنا بسمع هو بيسمع إيه، فاللغة ما هياش ولا إنجليزي ولا فرنساوي ولا دويش ولا ألماني، لقيتها عبري. فشوف بقى هو مدخل عليه أفكار إيه، غير بقى إن ممكن شفت بعض الألعاب اللي ممكن يلعبوها ويسيبوا كده فيها الجاي اللي هي المثلية، علم المثلية أو رموزها، ناهيكي بقى. فانت كده سايباه لان الموبايل او السوشيال ميديا بس هو اللي بيشكل الوعي بتاعه. طب ما تيجي تعلمي في ايه؟ ما هو التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. طبعا هتغيري ايه بقى؟ مشكلة كبيرة جدا. يعني لازم دور الأسرة مهم جدا في حياة الطفل. يعني لازم دور الأم، يعني وبالذات الأم كمان أكتر من الأب، لأن الأم هي الأكتر وقت بيبقى قاعد معاها الطفل. فمهم جدا جدا ان هي تاخد بالها جدا. انا من رايي ان هي ما تدلوش موبايل خالص. يعني طبعا موبايل في الوقت ده، يعني سن 4 6 7 سنين ما ينفعش. يعني ممكن بعد كده تديله الموبايل، يعني فكره حلوه. يعني موبايل حضرتك عارفه اللي هو الاولاني اللي هو بزراير ده، بالظبط، ياخده معاه المدرسه يكلمها، انا محتاج حاجه، تطمن عليه من خلاله. لكن فكره دخوله على السوشيال ميديا وهو 4 سنين و5 سنين ده كلام فارغ. طبعا ما ينفعش ابدا ابدا ان طفل هيتعرض لحاجات كتير جدا الحقيقه. طبعا يعني افكار وثقافات. ده احنا بنقول احنا كشباب يعني يتأثر. بنتعرض لثقافات كتير جدا من خلال السوشيال ميديا، وافكار طبعا، افكار ومعتقدات مختلفه عننا. طبعا اللي بيفرق واحد عن واحد هو ثقافته. طبعا. يعني مثلا انا مثلا مثقفه، فاكيد مش هندرج مثلا او ان انا اقتنع بفكره شايفاها قدامي. في شخص تاني مش مثقف مثلا، او ما يعني تعليمه مش كافي قوي، شخص بسيط، ده ممكن ان هو يقتنع بالافكار اللي بيشوفها، وفي الغالب بتبقى افكار هدامه. في الغالب افكار هدامه ليك على مستوى الانسان، على مستوى شخصه، او على مستوى المجتمع بتاعه. بالظبط. وعشان كده اغلب من خلال انا سمعته معلوماته من خلال الاعمال الدراميه اللي بتبقى من واقع ملف المخابرات المصريه. أيوة. اغلب الشباب اللي تم اجتذابهم للدواعش والكلام دوت كان من خلال السوشيال ميديا. طبعا. فطبعا ده بقى بيفرق بقى شخص عن شخص. هو ده تم اجتذاب الشخص الغير واعي، الغير مثقف، الشخص اليائس من حاله. هو ده الشخص اللي بيتم اجتذابه وعمل له غسيل مخ، وبيتحول شخص من شخص. على فكره هو ما زال حتى الان موضوع الغسيل المخ عن طريق السوشيال ميديا من خلال مازال حاجات موجود. بقى طبعا والبلد واحنا دي حقيقة. دي حقيقة. طب انت ما بتشوفش اللي حوالينا؟ انت ما بتشوفش السودانيين شكلهم ايه هنا؟ بالظبط. السوريين شكلهم ايه؟ صحيح. ما بتشوفش يعني قطاع غزة حصل فيه ايه؟ على نعمة الأمان ونعمة مجتمعنا. ربنا يحفظ مصر يا رب. الحقيقة دي حقيقة. يعني دي حقيقة. ان هو صح. ان انت قاعدة في بلد آمنة. يعني ما علينا، الأسعار ممكن تكون بشكل عالمي بتزداد، لكن أنا عندي بشكل عالمي اقتصاد في العالم كله في تضخم. بالظبط. هنا بقى أنا بيعجبني جدا دور الدراما. يعني حلو جدا فكرة عودة الدراما الوطنية. أيوة. يعني من أيام المسلسلات القديمة، أنا كنت بشوفها على قناة ماسبيرو زمان، وبشوفها على اليوتيوب. جمعة الشوان، رأفت الهجان. رأفت الهجان ده أيقونة، ده بيتذاع كل شوية. طبعا يعني أنا كل شوية بشوفه بصراحة. يعني بحب جدا المسلسل لأن جدا. بيحيي فيكي
الاحساس الوطني. طبعا طبعا. يعني بصي فظيع. خلينا حضرتك نتفق ان حب الوطن ده غريزه عند كل مصري طبعا. لكن فكره تعزيز الانتماء وتعزيز روح الهويه المصريه فكره مهمه جدا جدا طبعا لدى الاجيال دي، يعني جيل السوشيال والله ميديا. انا من خلال لقائي ده انا بحيي وزير التعليم ان هو حط نسبه ولو بسيطه، يعني 20% في اللغه العربيه والتاريخ للانترناشونال، لان كانوا ولاد بيطلعوا انترناشونال مش عارفين بلدهم تاريخها ايه، ما يعرفوش اي حاجه في اي حاجه. هترجعي الجيل اللي قديم شويه اللي في الاي جي وكده، اللي هم درسوا الشهاده البريطانيه من الاول، ما عندهمش فكره هو في ايه التاريخ ده، صحيح. ايه الدوله تاريخ الفرعونيه دي ايه. لا طبعا طبعا انا تاريخي عشان لازم اعرفه علشان خاطر اعتز ببلدي. بالظبط بالظبط. يعني لازم بالنسبه للتاريخ طبعا دي نقطه مهمه جدا جدا، وخاصه دلوقتي ان احنا الكل طمعان في تاريخنا، تاريخنا طبعا المصري. يعني شفنا طبعا حمله الافروسنتريك ايوه اللي هي طمعانه في التاريخ المصري في الاهرامات وفي الاهرامات والاهرام. طبعا بدا الموضوع دوت من الفيلم الامريكي على احد المنصات الاجنبيه اللي شفنا كليوباترا بيجسدها انها فتاه سمراء جدا سمراء. طبعا، وده مش حقيقي. وكليوباترا تم تجسيدها ملامحها مصريه 100% بالظبط. فطبعا ده كلام مش مظبوط. فمهم جدا جدا التاريخ المصري ان يبقى نشبع بيه ابنائنا، كل الابناء وكل الاجيال الجديده عشان يعتزوا بتاريخهم، عشان لما حد من الافروسنتريك يتكلم يقول الفراعنه دول يهاجم يعرف افارقه. لا طبعا احنا يعني مصر دي بلد القدماء المصريين طبعا. يعني مصريين بيور. وكليوباترا ما كانتش سمراء اطلاقا، بالعكس يعني هي من الاسره البطلميه، يعني اساسا يعني المفروض ان هي اكيد شقراء يعني فاتحه جدا كمان يعني بالظبط. وده فعلا لما تم تجسيدها بطريقه الذكاء الاصطناعي فحلو جدا. يعني فكره ان احنا نستخدم التكنولوجيا في الحاجات المفيده دي هو ده اللي مهم جدا، وهو ده اللي حاجه يعني يستحق ان احنا نثني عليها طبعا. فكره لما تم تجسيد القدماء المصريين من حطب احمس لقيناهم بقوا شبه فنانين مصريين قدام. يعني لقينا واحد شبه الفنان رشدي أباظة، لقينا واحد شبه المطرب الجميل علي الحجار، لقينا شخصيات فعلا مصرية، شكل مصري خالص. فده مهم جدا جدا طبعا. فكرة الدراما الوطنية بقى دي برضو مهمة جدا، ما تقلش أهمية عن التاريخ وعن ان احنا نقدم برضو تاريخنا في أعمال درامية حلو قوي. عارفة لما اتعمل المسلسلات زي ما قلت لحضرتك، بس جم عشان دي 80 ودي 88 دي من زمن الثمانينات، لكن لما جم عملوا السرب والممر والحاجات دي، فيلم الممر لا فيلم لا لا رائع حاجات جميلة، والخلية طبعا والمصلحة، كلها حاجات فعلا حسستك قد ايه ان احنا بلد قوية، طبعا ان احنا بلد فعلا مفيش ارهاب بيهزم بلد. فلا الحاجات ديت لما نزود منها ده كويس قوي قوي. في كتير راهن على الممر كأول فيلم وطني هينزل بعد فترة انقطاع طويلة، سنوات طويلة جدا من السبعينات يعني بالظبط. راهنوا ان الفيلم مش هينجح، وخاصة معانا كشباب ان احنا هندخل مش هندخل فيلم وطني، احنا عايزين فيلم كوميدي، عايزين فيلم سسبنس اكشن. لكن بالعكس الفيلم جاب اعلى ايرادات في شباك التذاكر. على فكرة كان في جيل كبير قوي متعطش للفتره بتاعه الاستنزاف لحرب اكتوبر، نصر اكتوبر اللي هي قبل اكتوبر. كله ممكن يكون قرا اكتوبر، لكن الحرب الاستنزاف دي يعني في ناس كتير بتقول ان حرب اكتوبر اتت من رحم حرب الاستنزاف، وجسدها الممر كويس جدا، وجسد قد ايه هم كان نفسيتهم تعبانه، وقد ايه كانوا منتظرين حرب النصر اللي احنا انتصرنا فيها. خلينا نرجع لحضرتك، ليكي الدكتوراه والماجستير والدكتوراه في مواضيع الحقيقه مهمه لها علاقه بالمراه ومعالجه قضايا المراه، احكي لي كده. فعلا الماجستير بتاعتي كانت عن معالجة قضايا المرأة، معالجة الصحف. يعني الصحف. أنا بما أني صحفية فمعالجة الصحف، إزاي الصحف عالجت قضايا المرأة في دستور 2014. فالحقيقة الرسالة بتاعتي كانت مركزة على البنود الخاصة بالمرأة في دستور 2014. تقصدي بالمرأة هنا في البنود
14 كأحوال شخصية ولا كل في حاجة، المساواة بداية من المادة 11 المساواة بين المرأة والرجل، في كافة الحقوق الاجتماعية والسياسية، تمثيل نسبة المرأة، نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، طبعا نسبتها هايلة جدا طبعا. جدا، عدد المقاعد ليها في البرلمان هايلة جدا، وجودها برضو بنسبة مهمة جدا في مجلس الشيوخ، وجودها يعني كقاضية، يعني لأول مرة طبعا. نشوفها في في القضاء المصري كقاضية، فطبعا ده انتصار الحقيقه المرأة وبقت يعني. محافظ وبقت رئيس شفنا محافظ البحيرة. عندنا 5 وزيرات تقريبا بالظبط، يعني لأول مرة أنا شايفة طبعا عصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شايفاه ان العصر الذهبي للمرأة طبعا، يعني لأول مرة نشوف مرأة محافظ ومرأة نائب محافظ ووزيرات بكم عدد مهم كبير. جدا جدا، طبعا. وتمثيلها في البرلمان رائع جدا. فطبعا وحقوق المرأة، يعني حقوق المرأة دستور 2014 يعني نص على تقريبا ما يزيد عن 21 مادة خاصة بالمرأة. وبالرغم من كده بتيجي في قانون الأحوال الشخصية تلاقي لا، وبرضه بتتظلم في حاجات، برضه بتحسي ان هي ممكن يعني مسألة الزوجة التانية دي ممكن تتظلم فيه بشكل كبير، يعني وافقت او ما وافقتش هو بيتجوز. يعني برضه عارفة تحسي برضه في الرغم لا كل بس ده. هو في النقطة دي يعني هي ليها بقى حرية الاختيار. يعني القانون يعني ما فيش قانون هيقول لراجل ما يتجوزش. لا يعني ما هو في الجواز ده يعني ماشي، لكن عايزة اقول لك مثلا انت عارفة ان هو ممكن ما تتجوزي، يتجوز هو بس هي وممكن ما يديهاش حقوقها لانها ممكن تكون مثلا مش مخلفة. ففي حاجات برضو كده في قانون الاحوال الشخصية. طب يعني هي زي مثلا لو كنت شفتي اريد حلا حتى الان طالما انت عالجتي الموضوع او طبعا هي مش مخلفة وطلقها تروح فين؟ ما حكملاش بحاجة. يعني ممكن تكون يعني دي في حتت كده برضو، يعني لسه حتى الآن أمينة رزق موجودة. لا بس انا عملت في الرساله بتاعتي يعني عملت مقارنه بين كل الدساتير اللي مرت على مصر، يعني دساتير من اول ما كانت مصر ملكيه، من اول ما كانت ملكيه لغايه 2014. فهو انا شايفه ان الدستور 2014 انتصر جدا لحقوق المراه، يعني حتى بما يخص عمل برضو قانون خاص بالتحرش بالمراه، العنف ضد المراه بيصل للسجن وغرامه، ويعني قدم لها حاجات كتير جدا، ده غير كمان تمثيلها سياسيا فده والمشاركه السياسيه الخاصه بالمراه. فطبعا بالاضافه كمان للمراه في المحافظات الحدوديه، يعني المراه في النوبه، المراه في مطروح، في سينا، في بالظبط، فمهم جدا يعني قدم لها حقوق جدا مهمه جدا. الدكتوراه كانت في ايه؟ الدكتوراه كانت عن معالجة برضو الصحف، يعني الصحف ازاي تناولت القضايا الاجتماعية في الدراما. يعني القضايا الاجتماعية في الدراما، القضايا الاجتماعية ازاي الصحف حللت القضايا الاجتماعية اللي موجودة في هو الدراما على فكرة المصرية. أنا يعني كان في فترة كده في الدراما، لو انتي برضو واخدة بالك، كان في فترة كان الدراما عبارة عن المرأة معرفش كانت متصور يعني مشخصة يا في حالات إدمان يا في حالات خيانة. فدي فترة كانت قوية جدا يعني. حتى أنا قلت لنفسي هو مفيش، يعني هي المرأة المصرية دي عبارة عن ده. هو الفن عامة كان في فترة فعلا حصل له تراجع شديد أوي جدا، يعني أو حتى السينما أخلاقيا دي حقيقة، يعني حتى السينما كنا بنشوف يعني بسميها الخلطة العجيبة بتاعت اللي كانت في الأفلام، اللي هو المطرب الشعبي والراقصة والبلطجي. يعني بحقيقة كانت فضلت السينما كام سنة بالشكل المهازل دي، لكن الحمد لله احنا تخلصنا من الموضوع ده دراميا وسينمائيا. دي حقيقة بالظبط، يعني الدراما دلوقتي بقت تناقش قضايا مهمة جدا، بقينا نشوف قضايا اجتماعية مهمة جدا، يعني مثلا منى زكي كانت عاملة مسلسل مهم جدا خاص بالوصاية على أبنائها. بدأنا نشوف قضايا اجتماعية، بدأنا نشوف قضايا وطنية، بدأنا نشوف قضايا السوشيال ميديا تاريخية والابتزاز دي، والسوشيال ميديا موجودة، وقضايا تاريخية، يعني المسلسل بتاع كريم عبد العزيز بالظبط حشاشين. يعني بدأنا نشوف قضايا مهمة جدا جدا بتمس تاريخنا، بتمس قضايا اجتماعية
بتشغل كل اسره مصريه. بدانا نشوف حتى الدراما الاجتماعيه والافلام قصدي الدراما الكوميديه والافلام أيوة. الكوميديه ما بقتش تافهه، يعني بالعكس يعني بنخرج منها برساله في طبعا. قالب مضحك وفي قالب ترفيهي، وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. يعني انا مثلا افلام احمد حلمي بتعجبني جدا. طبعا. ليه بقى؟ ليه افلام احمد حلمي بتعجبني؟ لان بيبقى فيها رساله، مش ضحك للضحك بس. لا طبعا، يعني مثلا زي اكس لارج ده كان تحفه. بالظبط، يعني بالظبط مم. الفنان العظيم طبعا، يعني انا شايفاه اسطوره، الفنان عادل امام. طبعا. عادل امام طبعا فنان كبير جدا بس جدا. عادل امام مختلف بالنسبه كمان لمستشرف مستقبل في طيور الظلام. طبعا طبعا، يعني هو مستشرف هو فنان مستقبل شامل، يعني. يعني عادل امام فنان عظيم. عادل امام مش فنان كوميدي بس، يعني فنان مم. كوميدي، فنان تراجيدي، فنان في مم. كل حاجه. يعني شفناه قدم فيلم الارهابي، قدم مم. فيلم طيور الظلام طبعا مم. مع وحيد حامد، يعني عمالقه، اسماء عظام بنشوفها على مم. الفيلم. مم. قدم اللعب مع افلام الكبار وده كان هايل. افلام كتيره مم. جدا مم. جدا قدمها، سواء افلام كوميديه او افلام تراجيديا، افلام بتناقش قضايا. مم. يعني حتى فيلم الارهاب والكباب يعني كان طبعا. بالظبط، يعني قدم طبعا. قضيه وفي نفس الوقت مم. بتضحكي، يعني مم. ضحكتي في مم. الفيلم. قدم قضيه مم. مهمه جدا جدا. مم. طبعا لا دي بمشاركه قضايا فنانين. الارهاب والكباب دي من ضمن الافلام المصنفه على مستوى 100 طبعا فيلم. طبعا مم. طبعا، يعني الفنان عادل امام من الفنانين على فكره، يعني اللي وصلوا من مم. العالميه مم. للعالميه من من المحليه. المحليه. يعني شفت فنان اللي هو الفنان انطونيو باندريز، انتوني الفنان بانديراس. مم. الامريكي مم. الاسباني. مم. كان يعني لما سالوه قالوا له بتحبي مين من الفنانين في مصر؟ قال مم. عمر الشريف وعادل امام. مم. فطبعا عمر لا الشريف ده هو كان صديق لانطونيو صديق لعمر باندريس، بالظبط طبعا. بانديراس. مم. بالظبط، ففكره انه يقول عادل امام والفنان عادل امام لم ينطلق الى العالميه، لكن هو العالميه انطلق من هنا، من من هنا، المحليه. من المحليه. فده طبعا نجاح كبير جدا، ربنا يشفيه طبعا، يا فنان رب. عظيم، قدم له كل عايزه اقول التحيات. برضو تاني ناس بتحاول تركب ترندات من السوشيال ميديا وتقول لك ادخل على الموقع تشوف مش عارف مين بقى شكله ايه في السن ده، مش عارف بقى شكله ايه. انت لما بتضغط وتدخل انت كده زودت له المشاهدات. طبعا فهو ولا بتلاقي حد زي بيقول لك انظر مش عارف مين في عزا مين، وتدخل تتفرج على المقطع الفيديو كله مفيش مين ولا مين. واعتقد بيكون فيروس زي الموبايل. اه يعني يا جماعه ما تدخلوش على اي حاجه، يعني ادخلوا على مواقع لجرايد مش معروفه، اي حاجه. مش اي حاجه مش بيبقى اي حاجه. فيروس. وبعدين بقى دلوقتي بقى بتطلع بقى اسماء كتير، ام جاسر ومش عارف ايه وام ايه، وتدخل بقى بالرغم ممكن يكونوا لطاف، لكن مش كده بقى. ما هو مش كده، ما وصلناش للتفاهل ده. لا ادخل على حاجات تبقى انت متاكد انها هتديك معلومه، مش اي مواقع. الحقيقه في النهايه بقى عايزه اسالك يعني، طيب نرجع للابتزاز تاني. ازاي احمي نفسي من الابتزاز انا كشخص؟ اول حاجه بلاش تتصوروا صور خاصه على الموبايل بتاعكم، ده يعني ده انت كده يعني بتطلبي المستحيل. بالظبط. ليه؟ ليه؟ يا نهار اسوخ، ده لا، صور عايزه اقول خاصه لك يعني، بقى. طب ايه اللي يخلينا نعمل كده يعني؟ ايه اللي اه يخلينا نتصور صور خاصه على طب وايه الموبايل اللي بتاعنا؟ بيخلي حد فاتح طول النهار لايف؟ لا ده بقى بالنسبه اللي هم بيقولوا ان هم اه انا بلوجر بلوجرز. بقى، واتع بقى لايف بقى يعني وحياتي لا، انا اولا مش وبتغدى فاهمه كذا. يعني ايه بلوجرز، يعني ايه البلوجرز؟ يعني ممكن في بلوجرز، يعني ممكن بيكون صانع محتوى مفيد، يعني مثلا يروج لاماكن سياحيه في مصر، مم. ده طبعا محتوى يعني بنشكره، يعني طبعا. بالظبط. زي اللي هو البوبي. البلوجرز اللي جه، لا انا اقول لك ان الالماني اللي جه. ايوه بس انا عايزه اقول لك ان من غير ما يبقى في شخص اصلا، البوبي ده طالع على الهرم بالظبط. وعامل احلى بلوجرز يعني. بالظبط، يعني ففي محتوى، ممكن صانع محتوى يقدم محتوى مفيد، مهم. لكن بيبقى ناس يعني معرفش بيقولوا ان هم بلوجر زي اللي حضرتك ذكرتيهم دلوقتي، اه. اللي بتبقى قاعده في البيت، هي او هو بيبقى فاتح لايف مم. بيورينا حياته، هيفطر ايه النهارده، هيتغدى ايه النهارده. بس انا اللي مم. بستغربه اكتر ان الناس بتديهم مشاهدات، وان الناس بتدخل تتفرج. طبعا. يعني ايه ده؟ يعني كميه فراغ فظيعه طبعا. الحقيقه، يعني مشاهده بلا هدف. فطبعا ده يعني شيء مؤسف جدا جدا ان احنا مهم. وصلنا للحاله دي، ان الناس تصور نفسها في البيت بتعمل ايه، بيفطر ايه النهارده، بياكل ايه، هيخرج مع اصحابه. ده فطبعا ده هو كمان مش حاسس انها اقتحام خصوصيه، ده اقتحام خصوصيه يعني فين شديد. الخصوصية بتاعتنا؟ يعني فين مم. الخصوصية؟ مم. يعني بتاعتنا كأسر مصرية. مم. فطبعا مهم جدا جدا ان احنا نرجع لكده، لكن للأسف طبعا ده شخص بيبقى طالب للمال،
بما ان السوشيال ميديا بيقال ان هي بتدي فلوس يعني، فبيبقى شخص يعني بيعرض حياته الشخصيه مقابل ان هو يحصل على حلو. المال. هنرجع ان ازاي احمي نفسي من الابتزاز، وانت قلتي بلاش نصور صور. بلاش نصور صور خاصه، تصوروا صور عاديه اللي كل الناس بتتصورها على الموبايل بتاعها. بلاش صور خاصه اللي البنت وهي بتبقى قاعده في البيت، لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش خالص يعني. انا بستغرب اساسا ليه هم بيعملوا كده يعني. ده رقم واحد. رقم اتنين، في حاله تمت بقى الجريمه وحصل التهديد، طبعا لازم بيتم التوجه للشرطه فورا فورا في خلال 3 شهور عشان حق البنت دي ما يضيعش. وطبعا قبل ما نتوجه للشرطه لازم بنبلغ الاسره، لازم البنت دي او الولد ده لازم بيقول لاهله ايه اللي بيحصل له بالظبط. على فكره مش دايما بتبقى ناس غريبه يعني، ممكن نلاقي واحده بتتهدد من صاحبتها بالمناسبه يعني. مصيبة. بالظبط فلازم يعني زي ما بيقول ايه، حرص ولا تخون. تخونش. فده مهم جدا المثل ده، ان في عصر السوشيال ميديا الناس تمشي عليه، لانه يعني مثل فعلا مفيد جدا جدا ان الناس تمشي عليه. بلاش تتصوري صور خاصه على موبايلك، او ان انت تشاركيها مع صاحبتك من خلال ان انت تبعتها لها على الواتساب او كده، لان انت لازم تحمي نفسك في الاول وفي الاخر. انت ما تضمنيش الشخص الطرف اللي قدامك ده يعني نيته ايه تجاهك يعني. حتى لو كانت واحده بنت، حتى لو كانت صاحبتك اللي انت طبعا بتحبيها، طبعا ما ينفعش خالص. ده بالاضافه طبعا ان حضرتك في اتصالات هاتفيه ممكن تردي عليها، يقول لك يا فندم نمره تليفونك مش عارف ايه، طب ورقمك ايه، اصل في حساب في البنك ايه. فانت بتدي له معلومات، المفروض ان اي اتصال هاتفي انت مش عارفاه مفيش ولا معلومه. ده غلط جدا. لسه في واحده زميله صحفيه للاسف اتعرضت للموقف ده، وبالفعل اتنصب عليها يعني في مبلغ مالي 100,000 جنيه. يا نهار فطبعا ده ابيض. غلط جدا يا جماعه، واعتقد كل البنوك نوهت على الموضوع ده. طبعا. بالظبط يعني لما يجيلك تليفون اوعي تدي اي ارقام يعني، مم. اوعي قولي انا هروح البنك بنفسي. مهم. فاعتقد دلوقتي يعني برضو دي من مميزات السوشيال ميديا يعني، ان ايوه. هي عرفتنا. انا زي ما قلت مم. لحضرتك ان هو سلاح ذو ما حدين يعني، طبعا. فيها حاجات مفيده وفيها حاجات مضلله مهم. وبلا فائده يعني، عبث. مهم. فالحاجات المفيده ان هي فكره ان احنا نتعرف ان في ناس دلوقتي بتتصل بتدعي ان هي من البنك كذا عشان مم. خاطر تتعرف من حضرتك على، دايما بيقولوا اخر 4 حروف يعني. انا شخصيا اتعرضت قولي لموقف لي زي مثلا كده اخر 3 حروف من كارت. بالظبط، او ارقام او ازاي يعني؟ كده، او اسمك ايه. فالمهم انا لما بيجي لي اي اتصال كده بقفل السكه يعني، على طول. على طول طبعا، لان ببقى عارفه ان ده نصاب. وبرجع للبنك، انتوا فعلا مهم. في حد، في مندوب من عندكم لا كلمني، البنك بيدور بكتشف ان الكلام ده مم. عاري تماما من الصحه. مهم. فدي من مميزات السوشيال ميديا، اه. ان بقت في ناس بتتكلم وبتكتب يا جماعه في ناس نصابين مهم. بتدعي ان هي من البنك كذا مهم. عشان خاطر يستولوا على اموال من عندكم. مم. فطبعا ده امر في غايه الخطوره في الوقت طيب ده. هنقول كمان في حاجة كمان غريبة بقى، ده لاحظها من شهور. يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان انا محتاجة كذا، ابعتوا لي على الرقم كذا فلوس مش عارف ايه. مم. اللي هو التسول عبر الانترنت، اه. السوشيال ميديا. مم. برضو على فكرة ده ناس كتير قوي لجأت لده وجمعت اموال كتيرة قوي. فاحنا برضو عايزين نقول يا جماعة ابواب الصدقة مفتوحة في حاجات كتير جدا. بالظبط. يعني ما انت ممكن عندك تتصدق لشخص تشوفه شخص يعني. تشوفه، او بالظبط في اه. حسابات بنكية تبع مستشفيات معينة او طبعا جمعيات طبعا معينة. طبعا. ما تلجأش بقى انت لديت، ده بقول لك في ناس عملت اموال من بالظبط، الموضوع او ده. شخص فقير شايفه يعني. انا بشوف وانا على كوبري اكتوبر حقيقه ناس كتير كتير. بتتصدق على مم. الناس الفقراء اللي بيبقوا مهم. موجودين او كده، او في اي شارع يعني مهم. عموما. لكن في المجمل حضرتك شايفة ان في تطبيقات معينة لازم تتقفل عشان الدنيا طبعا تتظبط طبعا طبعا. شوية عن كده. يعني هو كان اتقال ان هيتم اغلاق التيك توك. التيك توك. طبعا ده لازم يتقفل مم. جدا يعني. مهم. لازم. ويعني بتمنى ان يتم تقنين وضع السوشيال ميديا، ان ما ينفعش اي حد يقعد يفتح لايف من بيته كده ويقعد يتكلم. غلط. طبعا ده غلط جدا. فين غلط. خصوصيتنا اه كمصريين، يعني بنعتز باخلاقنا طبعا. وعاداتنا وتقاليدنا يعني. طبعا واي مهم حد جدا. عايز يفتح يقول اي حاجة ضربا في مفاصل بس هو الدولة عيب برضو اوكي. حضرتك على المشاهدين يعني، الناس اللي بتدخل تدعمه وتعمله لايكات، هو لو لقى مفيش ما دعم. هو لو لا اوكي، بس انت عندك في ناس ممكن يعتبروا ده متنفس يا جميل، ايوه كلامك مظبوط واديله بقى ممكن، دي اللايك. حقيقة دي في حقيقة. ناس بقى خلاص يا تعبانه في اي متنفس بقى. بالظبط اه. فالمفروض ان انا المحتوى قبل ما ينتشر للناس يبقى فيه زي مقص رقابه، زي ما كنا بنقول كده. صحيح، ما هو ده مقص تقنين الرقابه ده، السوشيال ميديا اللي بنتكلم فده عنه. المفروض. صحيح. بس فاحنا في الاجمالي اللي احنا اتكلمناه مع دكتوره مريم الشريف، احنا لازم يا جماعه بالنسبه للبنات تحديدا تبقى واخده حذر شديد جدا. بلاش صور خاصه،
يعني ما بنطلبش المستحيل. بالظبط صور بالظبط. خاصه، مالوش صور خاصه، صوري في جنينه، صوري مش عارف في ايه، الصور اعملي العاديه اللي الناس الفوتو بتتصورها. سيشن اللي انت بتعمليه ده اعمليه في اماكن خارجيه، مش لازم بقى في البيت ولابسه لبس البيت، لا غلط، ده غلط. طبعا. حصل زي ما حضرتك ذكرت، على طول شرطه الانترنت، ما تخافيش، طبعا ما طبعا. تخافيش، ده في الراس في الرمل مش هينفع. ده احنا بقى بنطالب الدوله ان فعلا تطبيقات زي التيك توك ديت والحاجات دي لازم تغلق يا جماعه، ولازم يبقى في مقص رقابه على الحاجات اللي بتظهر لنا عمال على صحيح. بطال دي، بافكار كلها يعني مش عارفه يعني اقول ايه، وتلاقي كتير قوي يعملوا لايكات، لان ده يعتبر في متنفس. فكره انا عجبتني جدا اللي اتفضل. عملتها الصين. يعني اه. فكره ان هم عملوا فيسبوك خاص بيهم. امم. يعني الحقيقه فكره رائعه جدا امم. جدا بجد. انا مش اه. بقول نعمل فيسبوك خاص بينا، لكن فكره ان يبقى في تقنين اكتر لاوضاع تقنين، احنا بنقول السوشيال ميديا، طبعا. بحيث ان كل الناس اللي طالعه دي من بيوتها ما نشوفهاش ما تاني. نشوفهاش، يعني صح. ده مهم جدا انا مش جدا. مسؤوله ان انا اقوم الصبح الاقي مش عارفه ام ايه وام ايه بالظبط، وام يجي ايه، لا. يطلع نفسه بس مباشر، يلاقي الكاميرا ما مش بتشتغلش بتشتغل. خلاص. بالظبط، يعني وقعت. المحتوى يتم حجبه على طول. اه، بالظبط. فالمهم فعلا المحتوى يبقى مناسب جدا. الحقيقه استمتعت بالكلام معاكي ميرسي النهارده جدا دكتوره مريم لحضرتك، الشريف. انا اكتر. ميرسي. ميرسي قوي. دكتوره مريم الشريف الكاتبه الصحفيه بروزا اليوسف، بشكرك شكرا. ميرسي جدا، مشاهدينا اشكرك. الكرام، بكده نكون وصلنا نهايه حلقتنا النهارده من بيت العيله، شكرا والى اللقاء.